السلام عليكم عزيزي. عليكم السلام. عيني استاذ علي. الله يحفظك، الله يعافيك. هلا استاذ علي. يا احكي لنا الشاي مالتك ايش يختلف عن شاي البيت؟ والله الشاي الشيخانه يختلف عن شاي البيت. يعني شاي الشيخانه يراد له مثل ما يقول مداراة، ويراد له شغل، ويراد له متابعه، ويراد له. شاي البيت اول شيء التخديره ماله تكون من الستيل اغلب البيوت، يعني مو مثل الشيخانه. الشيخانه قواري مثل ما يقولوا على نار هادئه، وعندك عازل بين النار وبين القواري. هناك يكون القواري بالبيت تكون مباشر يعني على النار. ايه، فتعرف اسمه بالشيخانه تكون متابعه اكثر يعني، والخلطات يعني تختلف. سؤال، اي واحد يقدر يصير شاشي لو اي واحد صاحب مهنه؟ لا طبعا الا صاحب مهنه. والشاي اني اقول لك يعني هي من الاخير الشاي نفس، يعني مو كل من جاي يوقف على طباخ ويصب شاي. الشاي نفس، اذا من كان من صاحب الشخص اللي يصبه، كان من يعني لازم يكون يراد له مداراة ومتابعه. والشاي نكهه يعني، وكل اطعام الشاي وكل. وين موقعك؟ موقعي مقهى العباسي، شارع الجمهوريه، يم تشريب ابو رحمه.